فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين هذا من عجوز بني إسرائيل؟ إيه قصة عجوز بني إسرائيل؟ لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، وهم خارجين ربنا قال له: ما تخرجش إلا بعد ما تاخد رفاة يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام هو اللي دخل بني إسرائيل مصر، وهم خارجين ياخدوه معاهم بقى. قالوا: أنا أعرف فين رفاة يوسف؟ أنا ما أعرفش. فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك عجوز من هؤلاء القوم تعرف مكانه. فراح منادي: أين العجوز التي تعرف مكان رفاة يوسف عليه السلام؟ فتقدمت امرأة طاعنة في السن فقال لها: دليني على مكان رفاة يوسف عليه السلام. فقالت: والله لا أفعل حتى تسأل الله عز وجل أن يجعلني معك في الجنة في درجة واحدة. فابتسم موسى عليه السلام ثم دعا الله عز وجل لها بهذا. امرأة حكيمة بتعرف تستغل الفرصة، ونيتها فين؟ نيتها في حاجة عالية دايما. عشان كده ربنا بيعلمنا في القرآن: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليه؟ كل ما ترفع ايديك تقول: يا رب اديني كذا وشغلني كذا وارزقني بكذا في الدنيا وخلاص، ما عندكش همة للآخرة التي هي خير وأبقى. الحبيب صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إنك لما تيجي تدعي: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. اعلى وانت بتطلب، لأنك بتطلب من كريم. واحد يقول لي: طب ما أنا إمكانياتي والشغل اللي أنا بشتغله ده ما يدخلنيش الفردوس أبدا، يعني لو دخلنا على الباب كده يبقى حلو قوي. أقول له: لا، أنت لا تنظر إلى إمكانياتك، ولكن انظر إلى كرم من تطلب منه. في ناس هيعيشوا في الفردوس الأعلى مننا، اللي بيسمعونا الوقت هيعيشوا في الفردوس الأعلى من الجنة، في ناس مش هيدخلوا. اللي هيطلب ويلح من الله عز وجل أن يسكن الفردوس الأعلى سيسكن الفردوس الأعلى من الجنة.